واحد صاحبي جاب فيزا للسعوديه، فيزا عمل 3 شهور، فهو عارف ان انا قضيت معظم حياتي في الخليج وجزء كبير منها في السعوديه، فبيسالني يسكن فين ويروح فين ويعمل ايه. قلت له يعني انت لسه ما لقيتش شغل؟ قال لي لا انا رايح ادور. قلت له طب وريني السي في اللي انت هتدور بيه ده. السي في لطيف، تمبلت كده من التمبلتس الموجوده فور فري، حاطط عليها شويه معلومات كده وبتاع، شكلها لطيف. بس بما ان انا عدى عليا سيفيات كتير، لما بصيت عليها قلت له يا ابني السي في دي مش هتشغلك. قال لي ليه بس؟ قلت له بص يا سيدي، السي في انت كاتب مثلا البوزيشنز اللي انت اشتغلت فيها، وعامل الديسكريبشن ايه الحاجات اللي كانت مطلوبه منك، بس ما كتبتش ولا اتشيفمنت ولا حاجه حقيقيه انت حققتها. يعني انت مش بتقول للناس انت عملت ايه، مش كاتب المشاريع اللي انت مسكتها، مع اني عارف ان هو اشتغل في مشاريع كويسه جدا. قلت له بص انت كده من الاخر محتاج حد يساعدك ان انت تبني السي في، خصوصا ان الناس في الخليج وشركات تانية ابتدت كمان في مصر تستخدم حاجه اسمها نظام الاي تي اس، اللي هو من الاخر كده حاجه زي الذكاء الاصطناعي، بيدخل لها كل السيفيهات 200 300 سي في على الوظيفه، يقوم مطلع 10 15 منهم هم دول اللي هو شايف ان هم الانسب. طب الانسب على اساس ايه؟ على اساس شويه كلمات مفتاحيه كده، كي ووردز بتتحط في السي في. فانت لازم تعمل الكلام ده. عشان كده دليته على واحد صاحبي تاني لسه عامل شركه كده بقاله كام سنه صغنونه، بس شطار بصراحه في مجالهم. قلت له الناس دي هتعمل لك ريفيو للسي في بتاعك كله فور فري، ولو عايزهم يبنوا لك السي في ويعملوا لك بشكل احترافي علشان يعدي من السيستمز بتاعه الاي تي اس، هيعملوا لك خصم كمان. وده اللي انا بنصحكم بيه. تقدر تدخل على اللينك اللي انا هسيبه لك في الستوري وهتلاقيه في التعليقات، شركه وولف اوف لينكد ان لصاحبها اسامه قطب. اللينك ده لينك تري، منه تقدر توصل للموقع بتاعهم، تقدر توصل لللينكد ان بيج بتاعتهم اللي بقى عليها شويه معلومات كويسه جدا، وفي نفس الوقت تقدر تدخل على الواتساب بتاعهم وتبعت لهم السي في بتاعك يعملوا لك ريفيو فور فري، ويقولوا لك ايه مناطق القوه والضعف فيه. ولو عايزهم يعملوا لك السي في كله ممكن تديهم البرومو كود ده باسمي، هيدوا لك كمان خصم عليه 20%. فربنا يوفقكم وتلاقوا الشغل اللي يناسبكم ويوفقوا في الشركه بتاعته.